أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. فن الكاريكاتير من الفنون التشكيلية المحببة لقلوب الناس وعقولهم، ليس فقط لأنه يضحكهم ويرفه عنهم بعض ما يجدون في واقعهم الصعب، وإنما لجرأته في التعبير عنهم وعن همومهم والبوح بما يختزنونه في صدورهم، وربما حين يصوب على الأخطاء ليصلحها يدغدغ أحلامهم في حياة أفضل ببضعة خطوط بسيطة. يمتلك فن الكاريكاتير هذه القدرة الساحرة على السخرية وعلى ممارسة النقد ببلاغة عالية، بل يمكن القول إنه البلاغة إلى أقصاها. مع ازدهار فن الكاريكاتير في العالم على مدار القرون الماضية، ظهر صراع بينه وبين الفن التشكيلي، إذ اتهم بعض الفنانين رسامي الكاريكاتير بالسذاجة والسطحية في الخطوط، بينما دافع أصحاب الاتجاه الأخير عن وجهة نظرهم متسلحين بشعبيتهم وقدرتهم السريعة على الوصول إلى المتلقي مهما كانت درجة ثقافته. بالرغم من الخلاف إلا أنه ظهر فنانون كبار في العالم مزجوا بين الاثنين، إذ اهتموا بدقة التفاصيل الرسم بالإضافة إلى اهتمامهم بالفكرة. كما تأثر بعض الفنانين المصريين بخطوط الكاريكاتير واستخدموها في لوحاتهم التشكيلية ليثبتوا أن الفنين متكاملان. لكن من ناحية أخرى هناك البعض من رسامي الكاريكاتير لا يزالون يرون أنه من الصعب مزجهما. قنديلنا لهذا اليوم الفنان يحيى عيسى سلو، كاتب وفنان كاريكاتيري وتشكيلي كردي من سوريا، أحد أبرز الفنانين الكرد في مجال الكاريكاتير والفن التشكيلي. دعونا نتعرف على محطات حياته منذ ولادته وحتى يومنا هذا. ولد الكاتب والفنان يحيى عيسى سلو في قرية أحرس، والتي حولوها كتابة بالعربية إلى أحرص شمال حلب في منطقة الشهبة تابعة لمنطقة عزاز، في 20 من شهر ديسمبر أي كانون الأول عام 1966. أحرز هي قرية كردية كغيرها من العديد من القرى الكردية، وبعضها يسمى التات وتقع بالقرب من بلدة رفعت. درس في قريته المرحلة الابتدائية كما هو الحال مع جميع أطفال القرى، وكان عالمه محصورا في تفاصيل قريته. عائلته كانت ميسورة الحال وتعمل في مجال الزراعة. منذ الطفولة كان يحيى يهتم بشكل خاص بدفاتر الرسم، ويرسم بطريقته كطفل كل ما كان حوله من ورود خراف وعصافير كانوا يصطادونها باستخدام أفخخ من صنعهم. موهبته الفطرية كانت تثير انتباه معلميه، لكن لم يكن هناك أي اهتمام أو تشجيع سواء من المدرسة أو من العائلة التي كانت في الغالب تهتم بتوفير مستقبل لأبنائها، مع التركيز على أن يكون لهم مهنة تعيشهم بكرامة. لم يكن الفن في نظرهم ذا أهمية تذكر. في المرحلة الإعدادية انتقل إلى مدينة حلب، ومن هنا ولأول مرة خرج يحيى من عالم قريته الضيق إلى عالم المدينة على مقاعد الدراسة. كان أول احتكاك له مع أناس مختلفين عرقيا ودينيا وثقافيا، وقد برزت في تلك الفترة بوادر التناقض بين هذا العالم المختلف وبين مكانه كابن قرية كردية، حيث كان من الصعب عليه التحدث بلهجة المدينة، مما كان يسبب له شعورا بالخجل والعزلة، بخلاف ما كان يعيشه في قريته، حيث كان من التلاميذ الأوائل ويتمتع بدور بارز بين زملائه. هذا الاختلاف دفعه إلى التفكير بعمق حول
تباينهم عن الآخرين ولماذا لا يملك تاريخا كالآخرين. في مدينة حلب تعرف الفتى يحيى على التظاهرات، خاصة في تلك المرحلة التي تصاعدت فيها موجة العنف بين الإخوان المسلمين والجيش. لأول مرة شاهد يحيى مظاهر العنف، السلاح والدماء في الشوارع، مما عمق تساؤلات في داخله وأثار في نفسه رغبة في البحث عن إجابات لما يحدث حوله. كانت وسيلته للتعبير عن تلك المشاعر هي الرسم، لا الكلمة، وبأسلوب بدائي كنوع من إثبات الذات. ومع تطور رسوماته بدأ يتناول مواضيع أكثر عمقا بعيدا عن رسومات طفولته. يحيى سلو الروائي والتشكيلي الكردي تعرفت عليه في الشتات الكردي، وقرأت له الروايتين، الأولى لغة الجبل والثانية انبعاث في أغوار الجبال، التي يؤرخ فيها لمرحلة من مراحل النضال الكردي ضد الهمجية التركية، ولكنه معروف أكثر في الوسط التشكيلي برسوماته ولوحاته الكاريكاتيرية التي يلاحق فيها الأحداث والشخصيات السياسية، معبرا عن رؤاه وآرائه النقدية لما يحدث في الواقع، ومعتمدا على أسلوب يقوم على تضخيم الصفات الجسدية لشخصياته بهدف السخرية بها والاستهزاء منها ومن أفكارها، في دلالة واضحة على رفضه تلك الأفكار. وتظهر لوحاته أنه يعيش في خضم آمال وآلام وهموم شعبه الذي تجرع الحياة علقما ولم يذقها رحيقا. وقد أقام عدة معارض له في ألمانيا أشاد بها النقاد التشكيليون الألمان، وكتبت عنها الصحافة الألمانية بإسهاب. كل طفل رسام، ورسوم الأطفال تكون عفوية وفطرية وبخطوط بسيطة، والفارق أن رسم الكاريكاتير أيضا بخطوط بسيطة ولكن ليست عفوية، وتأتي في مرحلة تشكل الوعي المعرفي لدى الفنان، تعالج الموضوع حسب ثقافته وفلسفته كرؤية من ما حوله. والأصعب هي مهمة قوة القراءة، رؤية العيوب والنقد بشكل ساخر وتراجيدي، الفضح وتسليط الضوء على العيوب، وقوة كسر الرعب والخوف من يوتيوبات هالات القدسية الممنوعة من التناول. فكل فنان كاريكاتيريست هو فنان رسام أولا، ولكن ليس كل فنان رسام هو كاريكاتيريست. إضافة إلى إبداع وموهبة الرسم، هناك موهبة الرؤية والتعبير الكاريكاتيري. في تلك الفترة كانت هناك موجة من التوجه نحو الدراسة بين شباب الكرد، بعدما كانت هذه المقاعد محصورة في الماضي على أبناء الأغنياء ووجهاء الكرد من الأغوات ورجال الدين. بجانب الدراسة كان من الضروري على يحيى البحث عن ذاته وتكوينه الشخصي من خلال القراءة في مجالات ثقافية وفكرية وتاريخية بعيدا عن المناهج المدرسية التي كان يفرضها النظام. مع مرور الوقت بدأ وعيه يتشكل، مما أثر في جوانب حياته الفنية، حيث بدأ يبحث عن سبل للتعبير عن نفسه رغم التحديات التي كان يفرضها الواقع. في تلك الفترة كان رسم الكاريكاتيري أداة تمرد على الواقع، حيث كان يسخر من الأوضاع وينتقدها، لكن الظروف كانت صعبة، فلم يكن هناك مكان
أو فرص لصقل موهبته، وكان المجتمع من حوله يفتقر إلى التشجيع، لذا بقيت موهبته في طور الرسوم البدائية دون أن يرقى بها إلى الاحترافية. رغم ذلك كان يتابع الرسوم الكاريكاتيرية في الصحف والمجلات ويقول لنفسه: أنا أيضا أستطيع رسمها. وكان يلاحظ أن المواضيع التي يتناولها في أفكاره كانت مشابهة لما يراه في تلك الرسوم، مما كان يثير استغرابه ويتساءل بين نفسه: لماذا الكاريكاتير مؤثر ويثير إعجاب الجميع؟ ما السر؟ كان يعتبره طبيعية، لكن لم يكن يفهم كونه يستطيع رسمها. وهو حالة عندما يستطيع المرء وامتلاكه لشيء يصبح الأمر لديه سهل وطبيعي، بينما في حقيقة الأمر موهبة وقوة لا يمتلكها الآخرين. عندما تقدم يحيى في دراسته شجعه بعض الأصدقاء على صقل موهبته في أكاديمية فنية. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة وأمان. الفنان التشكيلي الأخ يحيى السلو للأسف لم يحالفنا الحظ أن نلتقي أو نجتمع، لكن الأحاسيس والمشاعر الصادقة ومن خلال أعماله الرائعة تعرفت عليه، وبالأخص في مجال لوحاته الكاريكاتيرية الهادفة والمؤثرة، والتي كانت تخص المواضيع الكردية السياسية النقدية والجريئة الساخرة ذات الاهتمام المشترك بالهم الكردي، حيث من خلال استحضار مآسينا وانكساراتنا وخلافاتنا وأخفاقاتنا بأسلوب ساخر وذكي لخلق عمل إبداعي مؤثر تخترق وجداننا وأحاسيسنا بكل بساطة وأريحية، ويضع بأنامله الساحرة الأماكن الخلل والوجع والجروح. كانت لوحاته الكاريكاتيرية الهادفة رسالة جريئة لإيقاظ الوعي والصحوة من غفوتنا. يعتبر الفنان يحيى السلو برأيي المتواضع من المبدعين المتميزين وأحد القامات الفنية التي نعتز ونفتخر بهم. تميزه بأسلوبه التقني والذي يجمعها مع الفن بين الواقعية والحداثة، كما يسعى من خلال أعماله إلى التعبير عن الحرية. وهنا يذكرنا بالفنان الفرنسي أوجين ديلاكروا، رغم أن ديلاكروا من المدرسة الفنية الرومانسية. لا شك هناك فنانون معروفون مبدعون وعالميون وفنانين إقليميين لهم شهرتهم الواسعة من خلال أعمالهم ورسائلهم الفنية. هذه الرسائل التي تحاكي وجدان الإنسان، وبالأخص القضايا القومية مثل القضية الفلسطينية، ومنهم الفنان التشكيلي الراحل ناجي العلي. كل الأماني أن يصل فناننا البارع إلى العالمية. ختام الكلام، لست ناقدا تشكيليا، كل ما هنالك مهتم ومدرس لمادة الفنون ولي مشاركات في المعارض المحلية، وهذا رأيي الشخصي بهذا الفنان المبدع. ولم أبالغ، ربما يوافقني الآخر أو يخالفني، وأتمنى أن تكون مساهمتي هذه جزء بسيط بحق هذا الفنان الرائع يحيى السلو. كان حلمه أن يذهب إلى دمشق لدراسة الفن التشكيلي، لكن العائلة رفضت بشدة، معتبرة أن الفن لا يطعم الخبز، وخاصة كانت الرسوم التي يعلقها في غرفته تتسبب له بمشاكل مع أفراد العائلة الذين كانوا يعترضون على اهتمامه بالفن، وكثيرا ما كانت تتعرض للتمزيق من قبلهم. على الرغم من رفض العائلة، توجه يحيى إلى مركز الفنون التشكيلية في حلب، حيث بدأ يطور موهبته في الرسم، لكن الظروف السياسية خاصة
العنصرية التي كان يفرضها النظام البعثي على الأكراد كانت تحد من فرص المبدعين الكرد، لذلك كان عليه أن يبتعد عن هويته الكردية إذا أراد الحصول على مكانه في المجتمع، ولكن ردة فعله كان عكسيا، حيث تمسك أكثر بهويته، مما دفعه إلى اتخاذ قرار بالانخراط في العمل السياسي، وذلك في عام 1988، والانضمام إلى صفوف المقاتلين في الجبال عام 1989. خلال فترة دراسته في الفنون وقبل انخراطه في العمل السياسي شارك في العديد من المعارض الجماعية في حلب كفنان تشكيلي، كما تعاون مع بعض الشباب من طلبة الجامعة لإصدار مجلة أدبية كردية باسم تورفان، حيث كانت أولى لوحاته الكاريكاتيرية قد نشرت فيها. إلى جانب ذلك كان يكتب الأدب، حيث كتب رواية من حوالي 200 صفحة، وكانت الروايات الكردية في ذلك الوقت نادرة للأسف، لم ترى النور والرفاق أضاعوها. فن الكاريكاتير يعني بالأخص لهذا النوع من الفن كما يقال يعني هو خليط من الإبداع والجرأة، فهو ينقل أفكار قد تبدو طبعا معقدة، ولكنه يفعل ذلك بطريقة تجذب وتستفز كما يعني الضمير الإنسان، الضمائر، ولذلك يعكس الواقع فيعتبر مرآة المجتمع، ولذلك يعكس بجرأة تفاصيل الحياة اليومية، ويكشف النقاب عن قضايا بلمسات فكاهية يمنحنا القدرة على الضحك رغم القضايا الجادة أو التراجيدية. أكيدا طبعا وسيلة نوعية ولفت نظر من خلال رسومات بسيطة بفتح أبواب من الفهم والتفكير، يعني يدعو المتلقي إلى التفكير مما يجعلنا نرى العالم من زاوية جديدة وأكثر وضوحا. الكاريكاتير ليس مجرد رسم هزلي، هو أداة حيوية حياتية تحثنا على التفكير والنقد، يعني الفكر والرؤية النقدية حول الواقع، وتساعد في توجيه الضوء على التحديات والمشاكل الاجتماعية أو من كافة الثقافية والسياسية والاقتصادية وغيرها، فيجمع بين اللمسة الفنية والرسالة القوية ليكون أداة فعالة في التواصل مع المتلقي مع الجمهور وطرح الأسئلة الصعبة، يعني استفزاز الأسئلة يدعو المرء إلى التفكير إلى السؤال. فنتعلم أن الضحك يمكن أن يكون سلاحا وأداة للمطالبة بالحقوق والتغيير والمطالبة دائما الإشارة إلى الخطأ، تسليط الضوء، يقدم تعليقا فكاهيا حول الحياة الاجتماعية والسياسية بأسلوب يجذب الانتباه ويثير التفكير كما ذكرنا، فيساعد على فهم القضايا الكبيرة في الحياة. فهناك الكثير من الناس من البسطاء عامة الشعب وحتى المثقفين ممكن أن تصعب عليهم فهم بعض القضايا، فمن خلال تبسيطها بأسلوب ساخر مما يجعلها أقرب إلى قلوب الناس، فهذا الفن يعتبر فن شعبي سهل النشر، متعلق بوسائل النشر اليومية كالمقالة، ولكن هنا أخذ الموضوع برسوم بسيطة، فيلعب على الوتر الفكاهي، فإنه يثير الوعي ويحفظ على التغيير من خلال رسومات تتحدث بصدق عن واقعنا. في عام 1989 كما قلت انتقل يحيى إلى الجبال واستمر في ممارسة الفن، وشارك في إصدار مجلة عسكرية تحمل اسم
صوت الجيش أي دنجة أرتيشي باللغتين الكردية والعربية. إلى جانب الكتابة كانت مهمته تصميم اللوغو والرسوم، كذلك مجلة حياة الشهيد. وفي تلك الظروف حيث كانت المواد غير متوفرة، كانت الكتابة والرسم في دفاتر صغيرة وسيلته للتعبير عن نفسه. في الجبال كتب المئات من الصفحات كاليوميات، وحول المواضيع العسكرية الثقافية والأدبية. مع الأسف لم يتم نشر الكثير منها، ولكن بعض الرسوم التي كانت تنشر في وسائل نشر الحرب في أوروبا أو في الجبال أيضا لم تجد طريقها للنور سوى كتاب باسم مسيرة في جبال كردستان، يوميات مقاتل، وذلك عام 1998. في عام 2000 قرر أن يترك العمل السياسي والعسكري ليعود إلى حلمه الأول في الفن والأدب. عاد للمشاركة في المعارض التشكيلية ونشر رسوم كاريكاتيرية في وسائل الإعلام المتاحة من خلال منشورات بعض الأحزاب والمواقع الإلكترونية، لكن الضغوط والتهديدات من النظام البعثي ونجاته من عدة محاولات لاغتياله جعلته يقرر مغادرة سوريا إلى ألمانيا، وكان ذلك عام 2008. استقر في ألمانيا، وجد نفسه يبدأ من الصفر، ورغم التحديات تصالح مع فن الكاريكاتير الذي كانت يهرب منه سابقا، وقرر أن يكون مواضيعه تتعلق بقضية شعبه الكردي. تابع يحيى شغفه بالفن، حيث تعمق في أساليب الرسم والتصوير. الفن من خلال دراسته تأثر بأعمال العديد من الفنانين العالميين والمحليين، مما ساهم في تشكيل رؤيته الفنية التي تجمع بين الأسلوب الواقعي والسخرية الاجتماعية. تعرفت على يحيى سلو كاتبا روائيا وكاريكاتيريستا متعدد المواهب، وقد صنعته تجاربه، ظروفه التي مر بها، كفاحه من أجل شعبه ومواقفه تجاه كل الكابحين لمدركات المعرفيين وتطلعهم لتجاوز القوالب والجمود أيما كان موقعهم ودورهم في خضم الحياة. وقد حوي كتابي كيف تصبح كاتبا حقيقيا، والذي صدر عام 2023 عن دار أوراس للنشر والتوزيع، دراستين نقديتين تناولت كتابه لغة الجبل في الدبلوماسية الكردية تحت عنوان الخط الكردستاني الثالث في لغة الجبل، وكتاب آخر للكاتب وهي رواية بعنوان انبعاث في أغوار الجبال. وكانت دراستي عن الرواية بعنوان ملامح الالتزام القومي في تلك الرواية آنفة الذكر، ويمكن لكل مهتم قراءة الرواية وذلك الكتاب الفكري النقدي السياسي، ومن ثم العودة لما أردت تبيانه بمعرض دراستي للكتاب وللرواية معا. وسأقرأ مقتطفا من دراستي لكل من كتابي. ملامح الالتزام القومي في رواية انبعاث في أغوار الجبال ليحيى سلو. يحيى سلو عاش الرواية بتفاصيلها، ونقل أرواحا، أحاسيسا وأمكنة، أي اختزل العالم الجبلي في متن الكتاب. فالوضوح المعتمد والسلاسة الانسيابية عنصران إيجابيان قادا المخيلة، فلا يحيد الذهن إطلاقا عن السرد القائم، بل لا بد وأن يتابع ليصل لخلاصة جمع الكاتب أدواته ورتب أفكاره ليجول في عوالم المجتمع الكردستاني ومعاناته إزاء تعرضه لقمع ثقافي جسدي. أما عن كتاب لغة الجبل، كتاب يجمع بين الموضوعية والتجربة الذاتية، يعرضها الكاتب على نحو يوحي بأنه يمزج بين السيرة الذاتية وقراءاته التحليلية لحقب وأحداث عاصرها على نحو مباشر، يخبرنا عن علاقة المبدع بالسياسة
وطريقة نهج الحزب الثوري والسلوكي في الميدان، وبصورة محددة في الجبال، حيث يستهجن يحيى سلو العقل النمطي الخاضع وتركه لخاصيتي التفكير المجرد والاستقلالية في الرأي، وقد بات هذا العقل جزء من آلة الشحن الحزبية ودعايتها الآنية. وباستغناء الفرد عن روح الإبداع أو التعبير الذاتي، فإنه ينتهي ويمسي جزء من القطيع المسير، حيث تطرق الكاتب لعنوان كتابه وراء أن الجغرافيا تلعب دورا مهما في تكوين الفرد وتغير طباعه. أخيرا أود أن أشير إلى أن تفرغ يحيى سلو للرسم، حيث جاء نتيجة معرفته من أن الرسم يمكن من خلاله إيصال رسالته للجميع متجاوزا اللغات وحتى الجغرافيات، وبذلك تتحقق رسالة الفن من خلال تمتين ومد الجسور بين الشعوب. له ولكم دوام التوفيق. دخل يحيى سلو عالم الكاريكاتير، حيث أصبح هذا الفن وسيلته للتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، وبأسلوب ساخر وذكي برزت رسوماته التي تحمل رسائل عميقة خلف خطوطها البسيطة، مما أكسبه شهرة واسعة وجعلته أحد الأصوات البارزة في عالم الكاريكاتير. في كل المجتمعات المتحضرة يعتبر فن الكاريكاتير فن الضرورة الاجتماعية والموقف السياسي المعبر بصريا بتبسيط شكلي واختزال ملحوظ، وبوابة مفتوحة على حروب الكلام والشعارات الكبيرة، والدخول في مساحة الكوميديا السوداء النقدية لسلوك القادة والحكام، والمبرر لتذمر الجماهير بآن معا. الهم الوطني والخصوصية الكردية المحلية لا تزال بعيدة، وإنها من متطلبات وآمال ورغبات. عندها فلا بد نحن بحاجة إلى ابتكار أدوات ومواضيع تعبيرية من صميم حياتنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية تمكننا لتحقيق مكانه وعدم استيرار المواضيع المطروقة والنقل الغير مبرر لمضمون رسوم وثقافة من مساحة واقع الآخرين. عمل لوضع أسس لفن الكاريكاتير تتناول المواضيع الكردستانية، مفسرا بذلك لماذا نتناول مواضيع الغير، وقد واجه صعوبة في بداية الأمر، لأن مجتمعنا لم يكن يعرف فن الكاريكاتير الكردي، وكان تناول الشخصيات الكردية في الرسوم الكاريكاتيرية يعتبر إهانة، ومع ذلك استمر في تقديم أعماله رغم التهديدات التي تعرض لها ولعائلته في الداخل السوري. في مرحلة بداية الثورة السورية وبسبب التهديدات المباشرة لفترة كان يقوم البوليس الألماني بحمايته وعائلته، ومن خلال المشاركة في عدة معارض كاريكاتيرية كان البوليس من يقوم بالحماية أثناء افتتاحية المعارض، مما كان يثير استغراب الحضور. معرض وبوليس في ألمانيا. شارك الفنان يحيى في العديد من المعارض الفنية الفردية والجماعية، ونشر العديد من المقالات الإعلامية عن أعماله، كما نشر عدة كتب أدبية وسياسية من بينها لغة الجبل في السياسة والدبلوماسية الكردية، وانبعاث في أعماق الجبال التي كتبها سابقا، ولديه العديد من الأعمال التي بصدد نشرها يوما ما. يعمل كفنان مستقل. تعد لوحات يحيى سلو الفنية مزيجا فريدا بين الفكاهة والتعبير العميق في مجال الكاريكاتير. اشتهرت أعماله بتصوير مواقف يومية وسياسية بأسلوب مرح وجريء. أبرزت هذه الرسومات قضايا سياسية واجتماعية مع تركيز خاص على استخدام السخرية كأداة للتعليق الاجتماعي. وين سرد رسمي؟
لا يعني العلاقة بين الفن التشكيلي والكاريكاتير يعني كما يقال هما وجهان لعملة واحدة. ما يجمع بيناتهم هو الإبداع البصري. الفرق من الكاريكاتير يميز نفسه بتقديم الرسالة بطريقة أكثر فورية وساخرة. كذلك الكاريكاتير يستخدم أسلوب مبسط في الرسم، يعني مقارنة بالفن التشكيلي طبعا. الذي يعني اللي يتقاسم بينهم، الذي يتقاسم بينهم معه القدرة على التعبير عن الأفكار والمشاعر بشكل بصري جذاب. يستلهم الكاريكاتير من الفن التشكيلي في استخدام الألوان والأشكال، يعني العلاقة اللي بتربط بيناتهم، لكنه يضيف لمسته، يعني له لمسة خاصة من السخرية والتهكم ليجعل الفكرة أكثر تأثيرا. فالفن التشكيلي يركز على التفاصيل والعمق البصري، بينما اعتماد الكاريكاتير إلى تبسيط الرسائل وإيصالها عبر الرمزية والتهكم، لكنهم يتشاركان في قدرة التأثير على المتلقي دائما. فن التشكيلي يعبر عن الجمال والروحانية، يذهب الكاريكاتير أبعد من ذلك، المزج بين النقد الاجتماعي والهمس الفكاهي ليحاكي الواقع، ليحاكي بعيون طبعا فيها دائما الإبداع له مكانته، له تأثير، طبعا له دور كبير. فن الكاريكاتير يستمد من الفن التشكيلي بتقنيات الرسم، استخدام الألوان، لكن هدفه مختلف بعض الشيء، يهدف إلى إثارة الفكاهة أو النقد الاجتماعي. طبعا النقد الاجتماعي من خلال تبسيط الصورة والتفاصيل. فالكاريكاتير نوع من أنواع الفن التشكيلي، لهم علاقة مباشرة وارتباطهم بالواقع. فيستخدم أسلوب الرسومات المبالغ فيها للتعبير عن الأفكار بشكل أقوى وأكثر تأثيرا. فالعلاقة بين الفن التشكيلي والكاريكاتير تكمن في أن كلاهما يسعى إلى إيصال رسالة بصرية، لكن بينما يركز الأول على الجمال والتفاصيل الدقيقة، فالثاني يستخدم المباشرة والسخرية لإيصال الفكرة. ففن الكاريكاتير يعبر عن الجانب الحاد من الفن التشكيلي طبعا، حيث يلتقط التفاصيل التي لا يمكن أن تراها العين المجردة ويعرضها في صور مبالغ فيها للتأثير على الوعي الاجتماعي طبعا، يعني وعي المجتمع ووعي الناس. بينما يعمل الفن التشكيلي على تحفيظ الخيال، يعني دائما له دور خيالي أبداعي روحي من خلال تكوينات المدهشة. فالفن الكاريكاتير يعني إلى الجانب الآخر، الكاريكاتير يعكس الواقع بأسلوب مبسط يدمج بين الفكاهة والنقد بطريقة مرحة ولكن مؤثرة. يعني هكذا نستطيع أن نبسط الأمر. فكلاهما فنان اعتمادهم الأساسي على البصر لا السمع ولا الكلمة. فكلاهما مستمدان يلعبون نفس الرسالة، ولكن فن التشكيلي اعتماده كما ذكرنا هو على الخيال، البحث عن الجمال، عن شيء ما هو روحي، العمق، الأبعاد. بينما فن الكاريكاتير اعتماده الأساسي على الموضوع، على الفكرة، وهي النقدية بأسلوب ساخر. كانت أعماله الكاريكاتيرية تعرض في زوايا خاصة في الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية، مما أتاح لها الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور.
أما في فن التشكيلي فقد تميزت لوحاته باستخدام الألوان الجريئة والتكوينات والمعقدة التي تعكس حالة المجتمع الكردي، كما أن أعماله تتناول موضوعات متعددة تتراوح بين التراث والقضايا الإنسانية أو الطبيعية. وقد لاقت هذه اللوحات إعجاب النقاد لما تحمله من أبعاد رمزية ورسائل عميقة. تمثل لوحات الفنان يحيى سلو التوازن بين الجمال البصري والرسائل الفكرية، حيث يستخدم الفن الكاريكاتيري لفتح باب النقاش حول القضايا الراهنة، بينما تقدم لوحاته التشكيلية تجربة بصرية غنية تدعو للتأمل في مفاهيم الهوية، الحرية والتغيير الاجتماعي. وبفضل هذا التنوع استطاع يحيى سلو ترك بصمة لا تنسى في كلا المجالين. الجدير بالذكر أن الفنان الكاريكاتيري والتشكيلي والكاتب يحيى سلو له العشرات من المقالات العسكرية والسياسية والثقافية، وقد بقيت الكثير من الكتب التي كتبها ضمن أرشيف حزب العمال الكردستاني، منها في سوريا ومنها في الجبال. أما من إنتاجاته المطبوعة رواية للشمس قيود كتبها عام 1989، كتاب دور الثقافة والمثقف في صفوف بكك عام 1985، كتاب عسكري باسم مرض البداوة في حياة وحدات الجريلة عام 98، وغيرها من يوميات وقصص وطرائف من حياة الجبل. أما الكتب التي أصدرها منها مسيرة في جبال كردستان يوميات مقاتل عام 1998، لغة الجبل في السياسة والدبلوماسية الكردية عام 2013، انبعاث في أغوار الجبال رواية، وكذلك له العديد من المقالات السياسية والفنية، وقد نشر في عدد من المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية والورقية، وله أيضا العديد من اللقاءات المتلفزة، وكذلك هناك عدد من المخطوطات وهي جاهزة للطبع. أذكرها طرائف إنصارية، قصص كوميدية من حياة الجريلا، كردستان مهد في اللحد، يوميات بأسلوب روائي، الأخ الصغير للذئاب، لا صغير الأخوة يوميات ورؤيا، مصير ثائر كردي يوميات، وغيرها من المخطوطات. أما نشاطاته في مجال الفن بعد عودته شارك في نشاطات فنية، منها معرض فناني الجبل في المركز الثقافي بجنديرس عام 2005، معرض فناني الجبل المركز الثقافي في الرقة عام 2006، معرض في صالة قصر الأمراء في ألمانيا، ولقاء مع قناة سوير. أخيرا ومنذ فترة قرر الفنان يحيى سلو التصالح مع فن الكاريكاتير لطالما لحقه طيلة حياته وهو يهرب منه، حتى كاد أن يطبع شخصيته بطابع الكاريكاتيريست. نشر لوحاته الكاريكاتيرية في مختلف وسائل الإعلام، لا سيما الكردية، من المواقع الإلكترونية والصحافة وغيرها من المواقع والصحف والمواقع الإلكترونية، منها عفرين نت وجميا كرد وسوبارو وكردستان رنجين وأبستا كرد وكردستان أكتوبر ورابطة أدباء كردستان. يعتبر يحيى سلو من مؤسسي مجلة حياة الشهيد، نشرت له مجلة روشن في أوروبا بعد تأسيس تيار المستقبل الكردي، كما نشرت أعماله في مجلة المستقبل وجريدة الأمل وجريدة الوفاق وغيرها. كل الشكر لكم أستاذ مروان ولهذا البرنامج الجميل، وشكرا للمشاهدين والمتابعين لأعمالي الفنية ومتابعي هذا البرنامج، يعني كافة المشاهدين. كذلك كل الشكر للضيوف الذين شاركوا وأبدوا رأيهم أو قراءتهم لأعمالي الفنية. لكم كل الشكر وتحياتي، شكرا. أعزائي المشاهدين، الحديث والكتابة عن قنديلنا الفنان والكاتب يحيى سلو يطول، لكن حاولت قدر الاستطاعة أتطرق لكافة نواحي حياته بإيجاز. أتمنى أن أكون قد وفقت في ذلك. إلى هنا وصلت بكم لنهاية الحلقة، أترككم بأمان الله وإلى قنديل آخر من برنامجنا قناديل على قناتي وفضائيتي روج أبا. إلى اللقاء.